بكري كانوا مدمرين نفسيا وصابرين غير على جال ولادهم، وكان عيب الطلاق، والوالدين بكري ديكتاتوريين ما يخموش في بناتهم اللي زوجوهم. هذا موضوع حساس جدا يا مدام، ولكن فيه جزء من الصحة، فيه جزء من الصحة، سي فغي. الجزء من الصحة هو أنه كانت بكري لا غالب المرأة كي تتزوج مع واحد ما تحملوش كانت ما تقدرش تشتكي، سي فغي. علاش؟ لأنه كانت تخاف من والدها، وكانت تحشم من كلمة مطلقة، سي فغي. راني معاك في هذه، ولكن الآن الدنيا تبدلت. دركا تبارك الله الوالدين ولاو واعيين بزاف، وبغافو للوالدين، ولاو يوقفوا مع ولادهم، ما يوقفوش مع المجتمع برا. دركا باسكو على بالو هو واش ربى. بكري كان مام هو على بالو بلي رباها وعاقله ومربيه ومؤدبه، ولكنه يخاف من المجتمع، لانه الاب اللي زوجها، هو زوجها، يخاف منو. دركا وقفوا مع ولادكم، وقفوا مع الحق، ووقفوا مع الانسان اللي يكون مظلوم، وقفوا ضد الظالم، ونحونا كلمه عيب الطلاق. الطلاق راهو حل من الحلول اللي الانسان كان قادر المجرى تاعها الموت، الانتحار، كان قادر راهو سلك من امورات بزاف. فهمتوني؟ ما لازمش الانسان يحكم على لا تحكم على الكتاب من غلافه. ماشي هذه طلقت خلاص هذه الشينه، نو. ولا هذا الراجل، علاه الراجل ماشي يعيب كي يطلق؟ انا ما فهمتش الراجل كي يطلق على ما يديروش فيه الكلام. العكس، الراجل اللي يطلق المراه الاولى اللي يعاود يخطبها باباها يعطيها له. انا ما فهمتش على المجتمع راهو بالمقلوب، باسكو مجتمع حقار. نو، استفسروا وين راهي المشكله، ادو الحق. القاضي ما تعرفش تاخر من القاضي، القاضي مادام طلقهم على بالو واش كاين. هذه اللي نقولها لكم.